صباح الخير، صباح الجمال، صباح النشاط، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو نزلته معاكم. النهارده فيديو جديد بشارك فيه معاكم مشتريات شهر 12. الحاجات اللي انا جبتها اتمنى ان انتوا تاخدوا منه افكار ولو بسيطه، تعرفي الاسعار يا ست الكل قبل ما تنزلي تشتري الحاجه بتاعتك. لو انت اول مره تشوفيني اتمنى ان انت تشتركي في القناه عندي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وتعملي لايك وتسيبي لي كومنت حلو منك يا ست الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه عملتها طبعا اول ما صحيت شربت شاي مع قطعه كيك كده، قلت عشان افوق يعني فطار خفيف عشان اشوف اللي ورايا بعد كده. مش بحب اصحى افطر فطار تقيل عشان بيتقلني ويخليني مش عارفه اتحرك ولا اعمل حاجه فبتقل يعني. فقلت اخد حاجه خفيفه كده وبعدين نبقى نفطر بقى. المهم وخصوصا اليوم ده كان عندي شغل كتير فيه زي ما انتوا هتشوفوا يعني الفيديو دلوقتي. المهم عملت بقى كوبايتين شاي كده انا وجوزي وطبق كيك وفطرنا الحمد لله، وندخل بقى نشوف الحاجات اللي احنا جبناها دلوقتي، حاجات السوبر ماركت. بصوا يا بنات، انا دلوقتي بشارك معاكم حاجات السوبر ماركت وحاجات الخضار بس. يعني انا مشتريات الفراخ واللحمه هعمل لكم فيديو لوحده، هيبقى ينزل لكم بكره او بعده مش عارفه امتى لسه. تمام. بالنسبه لحاجه السوبر ماركت انا جبت الحاجات اللي ناقصاني، يعني مش جايبه كل حاجه. يعني مثلا عندي الرز والدقيق لسه جايباهم اخر الشهر، جايبه اللي هي الشكارة اللي هي الكبيرة ال10 كيلو دي من الرز والمكرونة من الرز والدقيق. فدي بحس ان فيها وفر كده وبتقعد معايا فترة بصراحة، يعني بتقعد مثلا شهرين شهرين وشوية، فبتبقى احسن من ان انا كل شوية اجيب بالكيلو. تمام. فانا هنا بوريكم انا جبت لفة من الملح، اللفة دي حلوة جدا وبتقعد معايا فترة طويلة بصراحة. جبتها كانت عاملة 20 جنيه. وجبت كمان علبة من المرقة. علبة المرقة دي كانت عاملة 34، فيها 48 قطعة حلوة جدا. وجبت كمان خل، ازازتين الخل عاملين 18 او 20 جنيه. وجبت كمان الفول المدشوش ده كان عامل 20 جنيه نص كيلو. وجبت النشا. النشا الكيلو ب40، ده كيلو. وده بقسماط مطحون جبته عشان البنات كده، نص البقسماط كان عامل 20 جنيه. ده فشار برضو جايبه نص كيلو، الفشار كان عامل 30 تقريبا. بس جبت كمان باقي الحاجات، جبت المكرونات. بصوا بقى المكرونات انا جايبه من كل حاجه 2 كيلو ما عدا المكرونه القلم دي، جايبه منها كيلو واحد بس لاني مش بستخدمها كتير. جايبه بعد كده سباكيتي 2 كيلو، جايبه شعريه 2 كيلو، جايبه المكرونه الصغيره اللي هي المرمريه دي بتاعت الكشري برضو جايبه منها 2. انا كده كده اصلا عندي مكرونه من الشهر اللي فات فدول اللي هكمل بيهم. وفي حاجات برضو بتقعد، يعني انا مش بستهلك الشهر كله من كل الحاجات دي، في حاجات بتقعد عندي يعني، بس انا بحب اجيب بالزياده لان الخزين في البيت احسن من الفلوس بصراحه. بس الاسباجيتي برضو دي كانت 2 كيلو. كيلو المكرونه السايبه كان عامل 23 جنيه ونص. يعني انا جايبه حوالي 7 كيلو مكرونه كانوا عاملين 165 جنيه تقريبا. اللي وريتها لكم دي شطه حاميه، كنت جايبه ب10 جنيه كده عشان ما كانش عندي شطه. بس دي الحاجات بتاعه السوبر ماركت. جبت كمان جلاش. الجلاش ده حلو جدا، ليه فتره برضو ما عملتوش، بس مش عارفه سعره لان ده جبته مع اللبن والبيض والحاجات دي، فالراجل حسب الحاجات على بعضها يعني. بس وجبت كمان جبت تونه برضو عشان انا مش بستغنى عن التونه خالص. التونه دي يا بنات قطع اسمها ماريو. العلبه ب40 جنيه، حلوه جدا جدا وحلوه يعني ما فيهاش ريحه زفار او حاجه، لا حلوه جدا. كمان الدقيق ده هوريهولكوا، دقيق السلام حلو جدا. لما الدقيق كان خلصان عندي اخر الشهر فجبت منه الكيلو كان عامل 20 جنيه، حلو خالص. الصلصة دي جبتها كانت عاملة تقريبا البرطمان كان عامل 11 ونص او 12 حاجة زي كده، كان عليها عرض يعني، بس هي مش هربت، هي حاجة عادية بس كويسة شغالة يعني. انا كده كده بعمل صلصة فبستخدم الصلصة الجاهزة دي في حاجات بسيطة زي البيتزا والمكرونات وكده يعني. جبت كمان تشكيلة بسكوتات عشان مالك والحضانة. بديله كده كده سندوتشات في اللانش بوكس، بس لازم طبعا حاجة حلوة، فعملت له تشكيلة كده، بسكوت على كيك على هوز، الحاجات اللي هو بيحبها. طبعا الحاجات دي اخرها اسبوع يعني مش هتقعد اكتر من كده. الحاجات دي بجيبها كل اسبوع مع حاجات التلاجة بقى، الجبنة واللانشون والبيض واللبن والحاجات دي. بس فانا بوريكم الحاجات اللي جبتهم بتوع مالك.
بس ودي كل الحاجات اللي انا جبتها من السوبر ماركت يا جماعه. تمام، هوريكم باقي الحاجات بقى دلوقتي اللي انا اشتريتها. بصي بقى، انا دلوقتي جبت كمان البامبرز. جبت بامبرز عشان عندي ابني صغير لسه، فجايبه مقاس رقم 3. انا بجيب فاين بيبي حلو جدا جدا. بيقعد معايا بصراحه، بجيب العبوه الكبيره فبتقعد معايا الشهر كله، وبيبقى فيها وسط يعني وحلوه. وجبت كمان الصابون اللي هو اللوكس ده. دول كانوا 4 قطع، برضو مش فاكره سعرهم لان كنت جايبه كذا حاجه بتاع المنظفات. اللوكس ده بحبه، ريحته حلوه وهاديه. وجبت كمان باهي مسحوق، انا بجيب اللي هو الكيلو ونص ده كل شهر. ده كان عامل 60 او 65 جنيه الكيلو ونص. تمام، دول الحاجات اللي انا جبتهم من بتوع المنظفات. وجبت كمان مناديل سحب بس نسيت اصورها لكم. وجبت سبونشات كده اللي هي بتاعه الحوض دي، حلوه برضو خالص، ما صورتهاش معاكم. بس ده البامبرز بقى بوريه لكم، حلو جدا بتاع فاين بيبي. العبوه الكبيره دي اللي هي بتبقى 80 قطعه، دي كانت عامله 350 340 في الحدود دي. تمام، دلوقتي بقى هشارك معاكم مشتريات الخضار بتاعتي. بصوا، انا مش بجيب الخضار بالاسبوع، انا على حسب الحاجه ما بتخلص عندي، لان احنا كده كده اصلا استخدامنا في الخضار مش كتير. تمام، فانا بحب بقى لما يبقى الراجل اللي انا بجيب منه عامل عروض فبجيب منه. الطماطم دي كان عامل عليها عرض ال5 كيلو ب45 جنيه، حلوه جدا ناشفه واللون الاحمر بتاعها حلو، وحلوه جدا في الاكل وفي السلطه وفي كل حاجه. البطاطس برضو، البطاطس دي آلية انا جايباها. ال5 كيلو كانوا عاملين 108. 5 كيلو بطاطس آلية. البطاطس ممكن تقعد معايا للشهر كله، لان انا كده كده بفرزها هي والطماطم. يعني انا بعمل البطاطس اللي هي زي البونفريت دي بحطها في الفريزر واطلعها على الآلية، والطماطم نفس الكلام، بعمل صلصة اسبكها وكده. جبت قلقاس بالخضرة بتاعته، وجبت سبانخ. القلقاس كان عامل 30 جنيه كيلو. الرمان ده كان عامل 32 ونص الكيلو. وجبت كمان فلفل شطة كان عامل لا، الفلفل الرومي كان عامل 25، والفلفل الشطة كان عامل 10 جنيه ونص كيلو. وجبت كيلو بصل احمر كان عامل 22 بصل احمر. والسبانخ كانت عاملة 7 ونص نص كيلو برضو. الليمون كان عامل 28 جنيه الليمون. بس وجبت كمان بصل اخضر، البصل الاخضر كان عامل 10 جنيه البصل الاخضر. والراجل طبعا حطيت لي خضره كتير عشان القلقاس والسبانخ والحاجات دي، كل الحاجات دي طبعا انا ما صورتش معاكم الخضار يا جماعه، لان انا الحاجات دي كلها ظبطتها وحملتها في الفريزر. بس ما كانش ينفع اصور معاكم خالص عشان الاطفال طبعا عندي، وانا كنت بعمل الحاجه على مدار اليوم، يعني انا بعمل واقعد بعمل واقعد، كان صعب جدا ان انا اصور. جبت لفت، جبت 3 كيلو لفت ب15 عشان عملت مخلل بقى عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ودي كانت اول تجهيزات رمضان، ان انا عملت مخلل اللفت ومخلل الكرنبيط. والخيار برضو كان عامل الخيار، جبت كيلو الخيار كان عامل 17 جنيه. ده كل الحاجات اللي انا جبتها في الخضار. طبعا دي مش بتقعد عندي اسبوع، لا بتقعد اكتر، ممكن تقعد اسبوعين ولا حاجه. والطماطم والبطاطس لا، ممكن يقعدوا عندي فتره اطول من كده. بس دي كل المشتريات اللي انا اشتريتها من الخضار ومن السوبر ماركت. اتمنى الفيديو يكون عجبك يا ست الكل، وتكوني استفدت منه ولو معلومه صغيره قبل ما تنزلي تشتري الحاجه بتاعتك. ما تنسيش تسيبي لي لايك وتسيبي لي كومنت حلو منك، وتشتركي في القناه عندي يا ست الكل. باي باي.